انت لسه مبتدئ فالفايب كودنج مش ليك يا صديقي. الفايب كودنج الجزء الخامس. عشان تستخدم الفايب كودنج بطريقه صح لازم تغير طريقه تفكيرك شويه وتتعامل مع الاي اي كانه جونيور ديفلوبر بس سريع جدا، وانت السينيور المشرف عليه. فما ينفعش تسيبه يكتب كود من غير ما توجهه وتراجع وراه وتتاكد ان هو بينفذ المطلوب بشكل كويس. لو لقيت حاجه مكتوبه مش منطقيه اياك تفترض ان الذكاء الصناعي عارف اكتر منك، لان في اغلب الوقت مش دي الحقيقه. افهم دايما الكود اللي الاي اي بيكتبه. لو مش فاهم حاجه 100% ما توافقش عليها حتى لو كانت شغاله. ومقوله الاي اي عاملها كده ده مش عذر مقبول. استخدم الاي اي عشان ينفذ الاعمال الروتينيه مش القرارات المصيريه والسيستم ديزاين. ما تستخدمش الذكاء الاصطناعي ابدا ابدا في اي دومين انت مش اكسبرت فيه، والا مش هتقدر تحكم اذا كانت النتيجه صح او غلط. واهم نقطه، خليك دايما في كورس القياده، لان بمجرد ما تسيب الاي اي يقرر كل حاجه هيبقى كانك بتلعب بالظهر، يا يجي يا ما يجيش. ولحد ما الاي اي يقدر فعلا يستبدل الفهم الشامل بتاع السينيور ديفلوبر وده لسه بعيد، فالفايب كودنج لازم يفضل شراكه. الاي اي بيسرع العمل والمبرمج بيراجع وبيعتمد.